رحلة الكابتن في عالم الهواية. شاهدتم في الحلقات السابقة من رحلة الكابتن في عالم الهواية. قبل ما تخطي اي خطوه استخير ربنا سبحانه وتعالى. كل ما بتزود فيتامينات افضل والانتاج بيزيد للطير، صح ولا غلط؟ الريش ده كائن حي لازم تتعامل معاه بحرص شديد جدا. صح اللي انا اشغل الدكر بتاعي على اكتر من نتايه لو انا مهتم بالتغذيه بتاعه النتي او بتاعه الدكر ده؟ ان انت تدي ذكر ليك اكتر من نتايه، انت كده ما بتراعيش ربنا في الطيور. ادفع فلوس في اللي انت شايف ان ثمنه يساوي من وجهه نظرك. ليه هتخسر؟ عشان احنا في الاخر بنربي عصفور استرالي. هو عارف محضر لي تركات كده عايز يفاجئني بيها. خليك مع الطير عادي. لما انا احتاج سؤال في الزبره هروح هسال واحد بيربي كناريا. انت بقى دخلت جوه اتحريت، اطلع بره خد عصير بقى، خد حاجه، ده موضوع تاني. لكن مالكش دعوه بالطير. لكن مالكش دعوه بالطير. الكابتن أحمد عادل مش مجرد اسم، دي هوية. شيخ الهوايه، انت قعدت فتره كبيره ما شاء الله في الهوايه وليك بصمه في الهوايه في مصر والوطن العربي. لو رجع الزمن تاني بشيخ الهوايه، ايه الحاجه اللي انت كنت بتعملها مش هتعملها تاني؟ ما كنتش هصفي اي مزرعه من اللي انا صفيتهم، لان انت لما بتصفي مزرعه ما بتعرفش تعمل زيها تاني بسهوله. يعني حتى لو انت وقعت في ظرف ما او حاجه اجبرتك اللي انت مثلا تتحط في الموقف ده؟ ما هو انا بتكلم بعيد عن الظروف. يعني انا شخصيا يعني انا صفيت لظروف. تمام. لكن انا مثلا اول مزرعه مثلا بداتها كانت في شقه. انا كنت بعمل سلكه يعني بجيب 5 اقفاص، تشتغل عليهم 5 وبعد كده فشوش واشتغل. وبعد كده تعمل اللي بعدها. ومطار. يعني اهم حاجه عندي ان يبقى في مطار قبل سلكه الفرخ. فاهم حاجه المطار بمساحه كبيره. انا من شاء الله ساعه عصافير. ما اتعلمت اربي طيور وسالت يعني قريت للناس بتوع بره، لقيت ان المطار اهم من قفص الفرخ. ده البيت الاساسي بتاع العصفور اصلا. بالظبط كده. انا ممكن اجيب مطار معيش فلوس اجيب قفص، هفضل مستني سايب العصافير في المطار. اهم حاجه ان العصفور لكن كده. العكس، لو حطيته في عين لا. هيفرخ، فانا مش عارف اللي انا لا، احطه العصفور فين. كده عايش صح، انا اخليه عايش صح لحد ما اعرف انتجه. فكنت بجيب 5 5، اجيب 5 5 لحد ما كونت الشقه كلها. الشقه وبعدين كلها. حصل ظروف السفر. فظروف السفر يعني كانت بالنسبه لي كنت شايفها فرصه ان انا هكبر تكبر المزرعه بتاعتك او الشغل او بتاعك. مثلا ايه هارد طموحاتي ان انا دلوقتي بقى عندي الخبره بس ما عنديش الامكانيات، وفي حد بره عنده الامكانيات ما عندوش الخبره. فانا كنت هتكملوا رايح بعض. بالظبط كده اكمل الموضوع. بس لقيت بره برضو الناس تفكيرها مختلف شويه. اللي هو يعني ما لا ليه في الاخر ليميت ومش عايز يعديه. واخد بالك؟ تمام. فانا بصراحه ما كنتش مجبر ان انا اكمل. انت يعني طالما انت اتفقت معايا على حاجه وجيت في النص الطريق قلت لي لا، انا بعتبر الشخص ده مش هينفع اكمل معاه. لمجرد انه رجع في كلامه مره انا مش عارف يعني مش هينفع ان احنا نكمل. عشان كده الحاج احمد ساب فعشان كده رجعت من بره. فانا لما رجعت سبحان الله انا ما يعني بصراحه انا ما كنتش اعرف ان انا معروف في مصر كده. يعني ما فاهم، انا الموضوع بالنسبه لي عادي يعني. فلما رجعت لقيت لا ناس بقى مهتمه ان انا رجعت وبتاع. فقلت لهم يا جماعه طب ما انا كنت انا كنت موجود. فرجعت ربنا كرم. ولما رجعت من السفر برضو والناس المحترمين يعني اللي وقفوا معايا ساعدوني عشان ارجع اعمل مزرعه تاني وشقه تاني واشتغل فيها وارجع للهوايه تاني. وربنا كرم واشتغلت. لما حصل بقى الازمه الصحيه حسيت ان انا لا مش قادر مش قادر اللي انت تهتم يعني مش بالطير قادر وكده. اراعي الطيور. راجع حاليا بقى في مثلا مجموعه كوكتيل. لكن انت مثلا هترجع في اساسيات التربيه، هتقول لي ايه الحاجه اللي وانت شغال ما كنتش تعملها؟ هقول لك التسرع. ده اهم حاجه مش هتعملها لو انت بتربي او تنصح بيها اي هاوي اللي هو ما يعملهاش. الصبر اللي انا اتعلمته على مدار الهوايه ده ما كانش موجود في الاول. قلت له مستعجل، عايز اللي انا اجيب زي ما حضرتك بتقول الهاوي عايز يجيب ايوه العصفور عايز افرح اشوف بكره خلاص خد العش، بعد بكره خلاص انا عايز شايف كل زغاليل. هاوي بيمر بالموضوع ده. كل هاوي بيمر بالموضوع بيبقى ده. عندي شغف اصلا، انا جايب العصفور فانا عايز اشوف هو الطير ده جميل بينتج جميل. ازاي، عايز اشوف من غير زغاليله. الامور الطبيعيه المظبوطه مش هتنتج. من غير الامور الطبيعيه المظبوطه اللي انت تراعي يعني تدي العصفور ده حقه مش هتنتج. اقول لك على حاجه من الحاجات برضو الاهمال. انا مره سنه من السنين كنت بربي في البلكونه وانا بلف على الوشوش كده. انا ليا مثلا توقيت ثابت بلف فيه على الوشوش. فكان دايما يجوا شباب يقولوا لي نقف معاك علمنا نعمل ما نعملش فقلت ماشي. فجه شاب قال لي بيفتح عيش الوشوش، قال لي البيضه دي بايظه ارميها. قلت له ماشي ارميها. فرمى وخلصنا وبتاع. تاني يوم لقيت البيضه فاست. انا سامع زغلول، مش عارف الزغلول فين.
والف على الوشوش كلها مش عارف، ببص في الشنطه لقيت الزغلول اللي هو اللي اترمى البيضه بتاعته امبارح انا هو بقى اللي ما فاز. اهتمتش واعتمدت على كلامه ان البيضه ايه، هو مش قاصد اكيد يعني، هو مش فاكرها بايظه، مقصوده. هو فاكرها بايظه، فراح رميه. ده اهمال مني انا. انا لازم ابص ولازم اكشف بالكشاف، ممكن البيضه شكلها من بره بايظ وتكشف تلاقي الزغلول عايش جوه. فلازم لازم لا، حتى قبل ما ارميها لازم اللي انا افتح لازم واشوف. تهتم. زي اللي مثلا ايه، حالات كتير بقى او حصلت معايا برضو، تالت بيضه رابع بيضه، وكشفت ما لقيتش البيضه عمراء، رحت رامي. حلو كده، بص على البيضه تلاقيها عمراء. انت استعجلت. فاهم؟ فمش كل الطيور البيض بيخصب في وقت واحد. فانت لا، اخر بيضه عدى عليها 5 6 ايام والبيض فاضي يبقى ارمي. قبل كده لا، ما ممكن الاخيره تستعجلش. تعمر، بالظبط. واخد بالك؟ فلا ما انا لا ما برضه كنت، فالتسرع مشكله. التسرع عامه في الحياه كلها اصلا مشكله كبيره اه بصراحه. يعني التسرع في، انا بتكلم في سيستم التربيه وبتاع والكلام اه دوت طبعا، لا. خاصه ان انت بتتعامل مع روح انت. اه زغلول زي كده لو كان مات كان انا هحس بالذنب من بالظبط ناحيته. كده. فالتسرع التسرع مشكله. لكن انت قصه ان انا بقول لك ليه تصفيه المزارع، ان انت تبني مكان ده امر مش سهل. اه البنى طبعا بيبقى صعب. اه ان انت تبني مكان، وبقول لك يعني مكان كنت بتبنيه سلكه سلكه، بتجيب فانت قفص، انت عارف تاريخ كل بتجيب حاجه قفص وتاريخ قفص. كل سنتي في انا المكان. قبل ما اسافر كان عندي طيور، انا عارف الجد العاشر، ما شاء الله. لان انا مش من النوع اللي بيشتري طيور كتير. انا من النوع اللي بيعمل بلاد لاين. يعني الكريست الانجليزي، كان لينا صديقنا في اسكندريه مثلا مربي انجليزي مع شوش، بالصدفه جت معايا يعني. الانتاج اللي طلع انا خدت منه، اشتغلت بيه على الشوش الاحجام. فابتديت ان انت تستخدم عصافيرك نفسها وتطور من عصافيرك نفسها، فانت عارف هو البلاد لاين ده، بتاعهم. هم دول العصفورتين اللي انا اشتريتهم مم. وكملت بقى. طيب يا حاج احمد، بما ان احنا في العنوان العريض بتاعنا اللي احنا بنستهدف الجيل الجديد اللي داخل، فدلوقتي انا كحد بيبقى او يعني لسه مربي ببتدي ابص في ايه للعصفور، في شكل العصفور او في المواصفات بتاعته وانا بشتري العصفور، عشان اقدر ان انا اوصل لحاجه معينه او طفره معينه انا عايز اشتغل عليها. ده سؤال او شق من السؤال. وتكمله السؤال، ازاي او عايز اعرف مثلا ايه المواصفات او ايه الحاجات اللي الذكر بيورثها للزغاليل بتاعته، عشان ابتدي ان انا انتقد ذكر بناء على الكلام ده، وفي نفس السياق النتايه برضو بتورث ايه، عشان اقدر ان انا انتقد ذكر معين اللي انا اخد منه اللي فيه المواصفات اللي انا محتاجها اللي انا اورثها للزغاليل. وبعد الكلام ده كله لو انا وصلت للبلاد لاين او خط دم ثابت خلاص بقى بتاعي، اقدر ازاي اللي انا احافظ عليه واطور فيه. تمام. بص طبعا بس هو عايزين الكلام ده بصيغه بقى اللي هي يعني تناسب هو الناس اللي هو لسه هو الموضوع بتبتدي. ده يعني فيه تفاصيل كتير، بس انا هحاول عايزين اجاوبك من نبسطه واقع، من واقع ان هو ايه، حد لسه بيحاول يفهم الموضوع. تمام. احنا مشكلتنا هنا في مصر ان احنا ما بنعرفش نشوف المربع اللي احنا واقفين فيه. يعني ايه؟ يعني بص تلاقي اللي عايز بيربي انجليزي هو باصص لاجمد واحد بيربي انجليزي. لكن مش شايف نفسه هو واقف فين. هل انت هتبدا من المستوى ده؟ لا انا لسه هبتدي من البدايه. بالظبط، حلو كده. اذا بدايه ان انا افكر اربي انجليزي، الباكج اللي انت هتشتغل بيها هتجيب لك مستوى عامل ازاي. ده رقم واحد. ده رقم واحد بتحدده. حلو كده. طبعا انت بقى خلاص احنا اتعلمنا تغذيه وتربيه الحاجات الاساسيات ازاي وعلاج نهتم وخلاص، الكلام ده بالعصفور. احنا اتعلمناه. تمام. احنا عايزين دلوقتي نوصل ازاي اشتري السنه دي واقدر بعد 5 سنين يبقى عندي عصفور عليه دبله ادخل بيه معرض. مش ده قصدك؟ بالظبط. وحافظ على اللاين نفسه او على البلاد لاين. هنقسم جزئين. جزء انا معايا امكانيات، هروح اشتري عصافير جامده والبس دبله اخش معرض بكره الصبح طالما انا هعرف انتج. انت محتاج اساسيات الانتاج اللي انا اخد عصفورين انتج منهم وخلاص. بالظبط، انا هاخد عصفورين هدفع فيهم اي رقم واتعلمت ان انا انتجهم ازاي، فانا هنتجهم وخلاص الدنيا. اطلع عصافير البسها الدبله بتاعتي خلاص انا بالظبط. اخدت من نفس الانتاج. طيب الجزء الثاني اللي هو بيبدا بمستوى من اول القليل وانت طالع، ده بيعمل ايه؟ ببساطه كده، لان انا عملت كده. يعني انا هقول لك اللي انا عملت. انا رحت تمام. مثلا جبت جوز بعد الانصاص بشويه، يعني انصاص حجمها مفروض شويه. فيهم ملامح شويه كده، تمام. فشغلت الجوز ده مع بعض. طبعا انا بالنسبه لي الوضع لسه مجهول، انا عندي جوز انا شاريهم، انا ما ما اعرفش. تعرفش اصلا اذا كانوا حاملين لطفره ما ولا اعرفش حاجه ولا جواهم ايه. تعرف ايه. في حاجه مهمه لازم الناس تفهمها.
العصافير البادج الانجليزي، انت عندك طفره ظاهره هي قدامك، طفره ايا كان نوعها بقى، سايده، 6 لينكد، متنحيه، بس انت شايفها قدام عين، يعني شايفها بعينيك. شايفها بعينيك. وعندك طفره لونيه انت شايفها بعينيك. وعندك حاجات مستخبيه جوه العصفور، ممكن تكون طفرات، خد بالك، ممكن تكون الوان انت مش شايفها. وعندك شكل العصفور اللي انت شايفه بعينيك، وعندك اشكال الاهالي اللي انت مش شايفها خالص. انت كده جمعت كل المعادله بتاعت العصفور. اهم حاجه بقى عايزك تركز فيها ايه؟ ايه؟ كل اللي انت شايفه بعينيك انت شايفه بعينيك، انا عايز الحاجات اللي انا مش شايفها اللي انت مش شايفه بعينيك. ده العصفور يعني العصفور ده شايل جواه صفات شكليه معينه ورثها من الاب والام. انا اعرف الصفات الشكليه دي ازاي؟ ينتجوا او اشغله، يا اما ارجع للاهالي بتاعته واعرف. لا، الموضوع بقى ايه قبل كده بشويه. ايه اللي قبل كده بشويه؟ ان انا الاول احفظ شكل العصفور اللي بربيه. العصفور اللي عندي عنده هيد كويس، عنده عقد مش كويس، عنده حجم متوسط. مواصفات العصفور نفسه. مواصفات العصفور اللي انا بربيه احفظها صم، هو والنتايه اللي معاه. حلو كده؟ تمام. حفظت مواصفات الذكر والنتايه. انا لسه بقول لك جوز جايبه شريك. طيب اول حاجه ببدا اشوف الانتاج. الطبيعي لو الجوز دول هنفترض ان هم شبه اهاليهم بالظبط، ان هيطلع لك العش حتتين شبههم، حته اعلى حته اقل. حتتين نفس المستوى، وحته اعلى في المستوى، وحته اقل في المستوى. نركز بقى. تمام. لو الجوز دول الشكل اللي انت شايفه ده هو نفس شكل الاهالي بتوعهم، يبقى الانتاج هيبقى فيه حتتين شبههم، حته اعلى حته اقل. تمام. حلو كده. لو انتجت كده عش والتاني حصل نفس القصه، غالبا ده مستوى اهالي الطير اللي قدامك ده. خلاص انا عرفت اللي الطير انت ده كده شبه عرفت. الاهالي بتاعته، مش شايل اي طفرات او اي حاجه. عرفت الاهالي فيها ايه. تمام. طب الاهالي فيها ايه زايد عن اللي انت شايفه؟ هتلاقيه في الحته الاعلى. الحته اللي هي اللي طلعت لي مستواها اعلى من الاثنين. حلو كده. ده الحاجات اللي موجوده في الاهالي وبس، مش موجوده في القصر طب نفسه. نقطه الضعف اللي في الجزء ده ايه؟ هتلاقيه في الحته القليله. تمام كده. تمام. طيب لقيت في الانتاج طالع لي حته واحده شبهه وثلاث حتت اعلى، يبقى ده بلاد لاين جامد، اهاليه أجمل. مواصفاتها اعلى منه. تمام. يبقى ده كان الحته القليله اللي كانت في العش اللي قبليه، السردة او في زي ما اخواته. بيقولوا. لا انا يعني كلمه سرده دي انا بعترض عليها، لان التجار هنا بيستخدموها غلط، واخد بالك. لكن خليني اقول لك ايه، دي الحته كانت الحته اللي هي الضعيفه او اقل مستوى اقل فيها. حته، وجنبها ثلاث حتت جامدين في العش، وانا ربنا كرمني واشتريتها. واتوفقت مع حته برضو قليله واخواتها ثلاث حتت جامدين في العش، فانا ربنا وفقني واشتريتها. وطلعوا لي لما العكس جيت بقى. انتج لقيت ثلاث حتت اقوى من الاهالي. وخلي بالك لما اقول لك اقوى من الاهالي، فدماغك ما تسرحش ان انت عندك انصاص فهتفرخ انجليزي بطل من اول عش. انا ما بتكلمش في كده، انا بقول لك مستوى اعلى من الاهالي، مش اعلى من بطل العالم. تمام. فلازم عينك تبقى شايفه، تبقى شايفه الاهالي نفسها وشايفه الزغلول او بالظبط الانتاج كده. اللي طالع. فالموضوع يبقى اعلى من الاهالي درجه، مش اعلى 10 درجات. مفيش عصفور نص هيجيب لك انجليزي بطل او انجليزي معارض. الموضوع مش كده معايا. فانت ايا كان المستوى اللي انت جايبه، فانا بعلمك ازاي تبص لايه، تكتشف اهاليه كانوا عاملين ازاي. طب لو حصل العكس، حته واحده شبههم وثلاث حتت اضعف، يبقى الاصول كان فيها يبقى مشكلة. الاهالي كان فيها مشكله واقل من مستواهم هم شخصيا. بالظبط كده. حلو. فانا دلوقتي وقفت على مستوى الجوز اللي عندي ومستوى اهاليه. دي بدايه ان انا اعمل بلاد لاين. عرفت ايه القماشه اللي في ايدي اللي انا هشتغل عليه. بالظبط كده. خليني بقى الصح ان انا مثلا شغال على جوزين مش على جوز واحد، عشان يبقى عندي تغير في الدم وما اشتريش، اقعد على الاقل موسم والتاني ما اشتريش. فانا شغال على جوزين بنفس الطريقه. حلو. طيب لو طلع لنا الاضعف، فاحنا بالتالي لازم نستبدل الدم بدم اقوى، علشان الدم الاضعف هيفضل يطلع لي في الانتاج. حلو كده. تمام. طب لو طلع لي المستوى اللي هم شبه الاهالي، يبقى انا باخد الفرد القوي اللي طلع عندي برده
على اقوى حته في الدم في الجزء الثاني لو انا شغال بجوزين. لو انا شغال بجوزين مش جوز واحد. ماشي تمام. ولو لقيت نقطه مش واضحه قول لي اعيدها تاني. ماشي. انا اشتغلت بجوزين، الجوزين دول انتجوا الطبيعي حتتين زيهم، حته اعلى حته اقل. تمام. كويس كده. انا خدت الحته الاعلى في الجزء الاولاني اديتها للذكر في الجزء الثاني. الذكر اللي هو الاهالي نفسها والاصل الجوز نفسه. طالما كده كده انا عارف ان مواصفاتهم فيها مواصفات قويه. تمام. دايما في الهوايه في البادجي دور على الذكر اللي شايل مواصفات قويه شكلا ومضمونا. الذكر اهم من النتايه. دايما في البادجي دور على الذكر اللي شايل مواصفات شكليه شكلا ومضمونا. ليه؟ الذكر بيورث 60% من مواصفاته الشكليه. يعني الذكر اللي انت شايفه ده 60% من الشكل اللي انت شايفه ده هيتورث هيتورث للزغاليل. حلو كده. تمام. فلو الذكر ده جاب لي انتايه شايله نسبه قد ايه من شكل الذكر؟ شايله نسبه 60%. شايله نسبه كبيره. تمام. طب لو رديتها للذكر اعلى بالمستوى ولا معلش؟ هتعلى طبعا. 60% هنا و60% هنا. دي اول خطوه. تمام. يعني انا لو عندي جوز جامد وفرخ لي الحته الجامده اللي في العش انتايه رجعتها لابوها انا طلعت بالمستوى درجتين قدام. لسه ما اشتريتش حاجه ثانيه اهو. انت لسه شغال بنفس انا لسه شغال بنفس الدم اهو. ما رحتش اشتريت حاجه. تمام. معايا كده. انت طبعا اللي انا بقوله لك ده على جزء واحد. انت لو عندك قماشه كبيره انت هتقدر تغير الدم بقى بين كذا حاجه من هنا وهنا. لكن الاساس اعرف الجزء اللي عندي شايل ايه جواه علشان اقدر ابتدي صح، عشان الجزء ما يخلاش بيا في الطريق. تمام. لان لو بدات طلع لي حتتين ضعاف وانا مشيت ممكن امشي شويه حلوين ابص الاقي نفسي خلاص وقفت. والدنيا تقع. تبص تلاقي الانتاج عمال يضعف انت مش فاهم السبب ايه. السبب ان انت اهملت. وده حصل كتير جدا لما ناس جابوا دم من بره دخلوه على الدم اللي هنا. لخبط الدنيا بالنسبه له. هو كان شغال على بلاد لاين مثبته مره واحده غيرته. انت مثلا يعني انا مره في رساله من الرسايل دخلت فلقيت دبله معينه كده كان ساعتها مكتوب عليها ميلر او حاجه، كانت دبله من المانيا يعني. فرحت مجمع كل الطيور اللي من ايه؟ من دم نفس المزرعه الدبله دي. كان في حد يعني قايل لي ايه انقله فنقيت له. ما بصيتش على الشكل انا بصيت على دبل الايه؟ العصفور. على دبل المزرعه ديت وجمعتهم كلهم وايه واديتهم. كل الانتاج كان اعلى من الاهالي. كل الانتاج كان اقوى. واخد بالك؟ ليه؟ لان هو في عصفور في كام عصفور في لابس الدبله دي مستواهم اقوياء. مستواهم قوي. خد اللي متوسط هتلاقيه برضو يجيب لك اقوياء. فاهمني؟ لكن انا جبت دم ابطال من بره مصر. حلو كده؟ وانا اعتقدت ان انا لما هدخل او انا عايز مش هقول لك اعتقدت انا هقول لك انا عايز انتج منهم طفره معينه. معايا؟ بس انا عندي الطفره المعينه دي مواصفاتها مش قوي. الغلطه بقى اللي بيقع فيها المحترف. انا بكلمك دلوقتي على مستوى المحترف كمان مش على مستوى المحترف. المحترف بيقع في غلطه ايه؟ هو مثلا جاب ذكر جامد من بره واداه مثلا الانتايه عين حمراء هنا. الانتايه قليله والذكر قوي. انا بطلع مجموعه ايه؟ مجموعه فروخ. مجموعه زغاليل. اهم خطوه بعد ما تطلع مجموعه الفروخ اللي انت طلعتها انك تستبعد النتايه الام اللي انت دخلتها. خلاص انا خدت منها عيش واحد او خدت منها الطفره. تمام. حلو كده. لكن انا محتاج الزغاليل عشان مواصفات ايه؟ ابوهم او الذكر. لو انا فضلت مشغل النتايه انا بنزل لتحت مش بطلع لفوق. خلاص انا خدت منها اللي انا عايزه الفروخ بتاعتها وخلاص هي دورها كده انتهى. انا خدت الفروخ بتاعتها هيطلع منهم ذكر سبليت اديله اخته. ابقى انا كده بحافظ على مواصفات الذكر الاساسي الجامد اللي جاي لي من بره. الحته العين الحمراء اللي هيطلع مستواها قوي واقدر ارجع بيها للدم اللي جاي من بره تاني وافضل ماشي في نفس الطريق. في ناس بقى تقول لك لا اصل انا هفضل بالدم ده شغاله تجاري اصل انا مش عارف ايه. انت بتضر نفسك. هيطلع عندك عصفور حلو وثلاثه وحشين. بترجع بقى لورا كده. لذلك بتلاقي ناس جايبه دم جامد من بره وتبص تلاقيهم بعد 5 سنين الطير بيوحش مش بيحلو. يعني انا فلان الفلاني شفته في سنه ما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك عالمي مستوى عالمي. بعد 5 سنين اضعف الايمان الزغلول اللي اشوفه زي اللي شفته من 5 سنين. ما نزلش لتحت بلاقيه اقل. طب ايه اللي حصل؟ هنا التركايه وهنا الغلط. هنا التركايه. لو انت عايز تطلع طفره معينه لازم تستبعد الطفره بعد ما تاخد منها دم. استبعد من الانتاج خالص. استبعد دمك القليل اللي انت دخلته ده. ما ترجعش تشغل عليه تاني.
ده بعيد خالص. خلاص انا خدت منه الطفره بس اللي انا عايز اشتغل عليها، بعد كده انت بتنتخب. وارجعها بقى للمستوى الجامد او الدكر اللي هو الجامد كلمه اللي معايا. السر بقى بعد كده انك ازاي تعمل بلاد لاين. الانتخاب. من كل عش اختار اجمد حته او اجمد حتتين انا لو عندي 3 4 تجواز باخد اجمد حته من هنا لاجمد حته من هنا، اقعد انتخب. انا دلوقتي الشكل العام ناقصني فيه حاجه، ناقصني فيه دايركشن. انا عندي الدايركشن ضعيف، او عندي الحجم ضعيف، يبقى اجيب حاجه او عندي المستوى بشكل عام لسه ضعيف. حلو كده، بروح اجيب حته ادور على اللي ناقصني بس، بالظبط كده. يبقى اروح اجيب الحته اللي تكمل لي المستوى بتاع الطين اللي انا بتاعي. محتاجه، وبرضه اشغلها عش اخد منها اللي انا عايزه، وبعد كده اشتغل على الدم بتاعي. كنت مستني تقول لي كده. طب ايه الصح بقى؟ هنا الوضع مختلف. انا لما دخلت حته من عندي، انا دخلت حته قليله على دم جامد، بس عايز اخد منها الطفره. خدت الطفره. لكن انا دلوقتي جايب حته جامده ادخلها على الدم عندي. تمام، يعني محتاج يبقى انا هنا العكس. يبقى انا محتاج لما انتج استبعد اللي عندي. تمام، فهمت كده؟ يعني انا جايب حته جامده عشان اخد منها ايه؟ اخد منها الدم. لما اخد منها الدم اكمل ادي على القليل؟ لا خلاص استبعد اللي عندي، استبعد كل اللي هو قليل وافضل ابتدي ان انا انتخب في كل اشتغل اللي هو انتخب على اللي هو المستوى الاقوى. كده. يبقى البلاد لاين طول ما انت بتعمل كده وتحافظ على ترتيب الخطوات في دماغك هتفضل تنتج العصفور. يعني انت ممكن انا خلاص عملت الخطوتين اللي قدام صح، جيت لحد هنا خلاص انا وقعت بسبب اللي انا انت هو قلت لي ايه؟ ارجع استبعد؟ لا غلط. ما هو انت لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه، واخد تمام. بالك؟ فانا بستبعد القليل. انا خدت من العصفور ده طفرته هي قليله استبعدها. انا جايب عصفور جامد يقوي الغيه عندي، دايما استبعد الاضعف. بعد ما اخد منه مواصفات، بعد ما اخد منه المواصفات استبعد دايما الحلقه الاضعف في الانتاج اللي هي عندي. اه واللي جامد دوت هو اللي هكمل بيه. انا جايبه من بره عشان خاطر هو جامد بالظبط اصلا، كده. وهو مش يبقى موجود ازاي عندي. هستبعده؟ لا هو ده اللي انا هكمل بيه. تمام معايا؟ وبعد كده اشتغل على الانتاج بقى نفسه ورده وهكذا. لنفسه. هي التركه بقى اللي دايما بتلخبط الناس، او دايما دماغك تبقى شغاله فيها، ان انت ما بين انجليزي شكلا وحجما وتفاصيل الانجليزي، ال6 حاجات اللي بيقولوا عليها بيدوك جمال العصفور، والطفرات. انت عايز تحافظ انك تنتج عصفور قوي وعلى طفره حلوه، وكمان لو عايز يبقى ليه شكل ريش معين، وكمان لو عايز تنتجه على كريست، وكمان لو عايز كل تنتجه على شويه هجرومو. كل شويه بتبقى عايز ان كل دي انت تفاصيل انت لازم تاخد بالك منها في الحته اللي انا شرحتها لك في جزء الانصاص. شوف بقى ترتيب دماغك اللي واحنا بنشرحه انت اتلخبطت. شوف بقى الهاوي لو عنده مثلا 20 جوز 20 جوز خلاص هو ممكن يتلخبط. هيعرف يمشي الخطوات دي كده طالع ونازل ازاي. عشان كده التسجيل مهم يا حاج احمد في المراحل زي كده. طبعا وانت لازم تبقى عارف ده اهاليه ايه وده اهاليه ايه وده اهاليه ايه، لان ده اهاليه هو اللي هيخليك يحكم اشغله ولا ما اشغلوش، واشغله مع ايه. خلينا انا عندي 10 تجواز كلهم مستوى متوسط، حلو كده، تمام. في تباين بسيط ما بينهم. انتجت تلاقي لي طيور حلوه، طيور شبه الاهالي، وكام حته مميزين معايا. لا لو انا مش عارف اهالي المميزين مش هتعرف انت انا هتشتغل بحفر في الميه. مم. هتقعد 10 سنين تربي، وبتربي ايه في الاخر يا احمد؟ والله بربي نصاص. فاهمني؟ زي ما انت في حين ان انت في سنتين انت ممكن تطلع على طول لو انت توريني فاهم، لو انت عصفور فاهم يخضني. هو ده بقى الايه، الجزء اللي بيقول لك جزء عادي يطلع منه حاجه جامده، لان انا حافظ الخطوات. ليه؟ لان انا ركبت الاف التركيبات اللي طلعت بايظه، بس انت عارف في الاخر انهي بس تركيبه ما اللي انت نسيتش منهم مستنيها. ولا واحده، ما نسيتش حتى منهم. البايظ انت فاكره. ايوه، ما هو انا لو ما افتكرتش البايظ مش مش هركب هفتكر الصح. الا السليم. فاهمني؟ فالتركيبات الكتير اللي انا عملتها خلتني دلوقتي الموضوع، انا بقول لك الموضوع مش سهل. ده حقيقي يعني فعلا الموضوع انا فصصته لك اهو ببساطه، بس انا بقول لك الموضوع مش سهل. الموضوع مبني على ترتيب الخطوات في دماغك وتفاصيل العصافير. انت فاهم العصفور صح ولا غلط؟ انا ممكن اوريك صورتين، عصفور ده والعصفور دوت، اقول لك مين اجمد. اقول لك ده مثلا كلنا هنختلف، ده هيقول ده اجمد وده هيقول ده اجمد وده هيقول ده أجمد. كل واحد بيحكم من وجهة نظره او من حلو. واقع الخبرة بتاعته. فاذا انا عشان اقدر احكم العصفور الانجليزي اعمل ايه؟ احكم مستواه قوي ولا لا، ارجع للستاندر بتاعه واشوف. انت تعرف ان انا من ساعه ما بدات اربي لحد دلوقتي مفيش يوم عدى من غير ما افتح عصافير اذاكرها. تذاكر العصفور اللي انت بتربيه؟ لا، اذاكر العصافير العالميه والعصافير العصافير ايوه مش العصافير بتاعتك، انا لا، قصدي تذاكر أي النوع اللي انت عصافير- بتربيه. اي عصافير بادج انجليزي او كريست او هجرومو اذاكرها.
تعود عينك عليه. واقول لنفسي ده كذا، ده مواصفاته كذا، ده مواصفاته كذا، ده مواصفاته كذا. ليه؟ طول ما انت بتذاكر مش هتنسى، وطول ما انت بتشوف عصافير كتير هتتعلم اكتر. فانت بتشوف فرد الانجليزي ده، لا فلان ده كان عنده احسن من كده. بتشوف فرد الشوش ده، لا العصفور ده ما يكسبش، العصفور ده الشوشه نازله على عينيه، هيخش المعرض مش هيكسب. هتبقى خلاص انت عودت عينيك اصلا، اللي هي مجرد ما تشوف ايوه، العصفور هو اصلا تعرفه. العصفور اول ما يسمع دوشه المعرض مش هيقف يعني، هتلاقيه متشنك. فاهمني؟ فلازم اتعلم ايه العصفور الجميل. لا اللي يبقى عينيه باينه او جزء من عينيه باين، ما هو ده العصفور الجميل. العصفور اللي في الفلل لازم الكتفين يبقوا زي بعض، ما يبقاش كتف نايم وكتف طالع و مواصفات الجمال على مستوى العالم لما تحفظها انت هتعرف تقيم اولا اللي بتربيه، ثانيا الطيور اللي انت بتتفرج عليه. عشان كده لما تيجي وتعرف ان انت تتفرج، توصل ازاي. في ناس بلاقيها العصفور ده جامد، لا ما هو العصفور ده مش جامد. احكم ازاي على العصفور الجامد؟ انا احكم عليه ازاي؟ خلينا اشوف العصفور الجامد اللي زيه او البطل اللي زيه عشان اقدر اللي انا احكم عليه. انا لازم احفظ البطل شكله ايه. على فكره انا بكلمك على اي نوع طيور. انا فاهم الانجليزي عشان احنا بنربيه، بس انا بكلمك على اي نوع طيور. اي نوع طيور يعني. انا البطل في الكوكتيل شكله ايه انا حافظ، البطل في الكناريا شكله ايه انا حافظ، البطل في الزبره شكله ايه انا حافظ، في الروز، في الفشر، البطل شكله ايه انا ببقى حافظ. ليه ببقى حافظ؟ عشان لما اتفرج على عصفور اعرف ده جميل ولا مش جميل. تعرف تقيم عصفورك اصلا. بالظبط. وفي نفس الوقت ما حدش يجي يقول لي ايه ده بطل بكذا الف. ما هو البطل منين يعني؟ انت فاهم ده بطل اصلا ولا مش بطل كده يعني فاهم الموضوع. على الاقل انا لو حتى معايا فلوسه او معيش فلوسه، بس ابقى فاهم العصفور ده مواصفاته ايه. لما يجي واحد مثلا هو مديني مثلا عصفور انا شايفه نص، وهو طالب فيه مبلغ عالي، خلاص هو عارف اهاليه عاملين ازاي. دي بترجع بقى لايه؟ للثقه في اللي انت هتشتري منه. هل لما ترجع له هتلاقيه ولا مش هتلاقيه؟ تمام. يعني في ناس انا بروح اخد منه، لو اداني استرالي وقال لي ده انجليزي هاخده وامشي. انت واثق في الشخص نفسه، انا واثق في الشخص، وواثق في طريقه تربيته، وواثق في الدم اللي عنده، واثق في كل حاجه. فانت في عارف حد اللي انت هتاخد منه العصافير هتنتج لك فعلا بس انجليزي. في حد تاني لا، ما انا مش، انا اشوف بقى لان الشخص اللي انا اشتريت منه دوت رجعت له مره واثنين وثلاثه ما سابنيش. لكن خلاص مجرد تسمع بقى مصطلحات، مجرد ما خرجت من الباب انا ما اعرفش عنك. طب واخد بالك لازم يعني. اللي انا اكمل مع الشخص ده لحد ما يعني يوصل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لا ضرر عليه ولا الصلاة ضرار. والسلام. فدايما حط نفسك، ولا انت حد بيضرك ولا بتضر اللي قدامك. طالما انت وصلت لمرحله ولا بتضر حد ولا حد بيضرك، انت كده ماشي في السليم. تمام. فاهمني؟ فانا على قد ما اقدر وفصصت لك ازاي عشان تعمل بلاد لاين. الاساس في الموضوع انك لازم تفهم العصافير اللي انت هتبدا بيها دي هي ايه وجواها ايه. اطلع منها ازاي بقى ايه؟ امسك بلاد لاين وامسك دم جامد. لما تفهمها الاول وتعرف انت هتقدر تطلع منها ايه. هتلاقي نفسك تركيباتك، انا اسف يعني، هتلاقي انت نفسك الموسم ب3 مواسم من اي حد تاني. ان انت ما فاهم، يكونش فاهم الخطوات. لان انت فاهم العصفور كويس وفاهم خطواتك. اللي مش فاهم الترتيب ومش فاهم الخطوات ومواصفات العصافير هيروح راجع، يروح ملخبط، وحته واحده انت لخبطت بيها خلاص رجعت هترجعك تاني. للاول تاني. رجعت تاني من الاول. لكن لو انت حافظ الخطوات هيوفر عليك الطريق ده كله. السؤال يا حاج احمد، هل في اسرار محدش يعرفها هنا في مصر كتير، يعني سواء بقصد او غير قصد، عن الطفرات والمستويات او التركيبات عامه، اللي انا اقدر اوصل للطفرات او المستويات او التركيبات دي؟ هل في اسرار زي كده محدش يعرفها؟ هي الاسرار كلها بتبقى في خبره الهاوي وصبره في التركيبات. يعني ايه؟ يعني احنا هنا مش كل الناس عندها موهبه انك تدي انه ذكر لانه تاني. خد بالك اللي هي اللغه بتاع الطير. دي انا بعتبرها، عارف انت لما يكون حد بيدرس تمام. ويحضر شهاده الدكتوراه، والجامعه بتاعته تختاره ان هو يسافر جامعه بره مصر عشان يحضر دكتوراه، لما ياخد بقى الشهاده اللي من جامعه بره مصر، دي الموهبه اللي بيديها لك ربنا سبحانه وتعالى، انك تعرف تدي انه ذكر لانه انتايه عشان تعمل التركيبه الصح اللي كنا شرحناها قبل كده. ودي ما بتحصلش غير بالتجارب، اللي انا اجرب واللي انا اشتغل واذاكر في نفس الوقت. انت تحفظ نتائج التجارب. لو اسجل الكلام ده كله. لو ما حفظتش نتائج التجارب بعينيك وفي ذهنك، انت هتبقى عمال بتلف في دايره مقفول، هيتوه منك الطريق. يعني الطريق هيتوه منك. فاهمني؟ تمام. لكن لو انت حافظ نتائج التركيبات، فانا بعتبره سر الاسرار. مش اللي هو ما بنقولوش لحد، بالعكس احنا بنشرحه، بس انا عارف ان تنفيذه صعب.
اللي انت تجرب كتير وتسجل التجارب دي. بالظبط كده. لذلك كان لما الواحد لما بيجي يشرح بيجي بالراحه كده، دي طلعت ايه؟ طلعت كذا. طب ودي طلعت ايه؟ طلعت طلع كذا. كذا. يبقى طب خلي وافهم بالك بقى ليه؟ مش الشكل ده، وخلي بالك مش الشكل ده. بالك لما يجي حد مثلا حد عصفور انجليزي ضخم قوي وريشه نازل اكتر من الوقافه اللي واقف عليه، ايه رايك؟ هو الضخم ده عاجبه؟ لا، ده عاجبك ليه؟ ده الريش ده اوفر كده. ده حاجه تعيب ومش عصفور حاجه اللي هي. انجليزي حاجه تانيه. ليه بقى؟ طب انا اعرف ازاي؟ هقول لك ارجع شوف صوره البطل. دايما اخلي عندي الستاندر او البطل ده قدام عينيا. لازم. انا بقول لك كل يوم لازم اشوفه، مم. ايا طب كان هو طب ده البطل هيجيبني ده. لسؤال تاني انا كنت مستني عليه. اتفضل. الحاج احمد حاليا لما يحب يتفرج على عصفور يمتع نظره بيه، سواء في مصر او بره مصر او في العالم كله، بتفتح صفحه مين تتفرج على العصفور بتاعه؟ طبعا كل الناس افاضل وكلهم والله على بص، دماغنا، لا بس انا عايز اعرف الحاج احمد والله بيدور بص عند مين؟ هقول لك للامانه، هو انا حاليا ما بفتحش صفحه حد، هو اللي بيجي قدامي، يعني اللي بيجي قدامي بتفرج عليه. طيب خلينا نرجع شويه بالهوايه لما آه. حضرتك كنت بتربي، عشان ايه ما نطلعش بالاجابه بص الدبلوماسيه هو دي. انا لما كنت بربي انا مش هتكلم عن حد في مصر، يعني هم كلهم اخواتي وفوق دماغي طبعا كل الناس افاضل، انا بتكلم وعندهم مش على احسن سبيل طير. انا الحصر. هتكلم بره مصر. بره مصر، وانا هقول لك يعني ايه كلام ممكن ناس كتير مش عارفاه. انت كان عندك البطل العالم قعد كذا سنه دانيال لوتولف. ليه؟ تمام. لان دانيال كان بينتخب العصفور البطل، بيخليه، وكان بيخرج اللي ايه العصافير العصافير اللي القليله. مستواها مش كويس. وفضل دانيال لوتولف ينتخب في العصفور البطل لحد ما العصفور البطل ده حجمه بقى اوفر سايز، يعني بقى حجمه يحصل فيه مشاكل في الريش. عدى خلاص الليميت اللي هو المسموح بيه عدى بالنسبه الحجم اللي للبطل. هو كل ما انت العصفور الانجليزي حجمه زاد عن اللزوم يحصل مشاكل في الريش. تمام. فدانيال لوتولف من الناس اللي انا كنت متابع عصافيرهم، ومارتن هايلين او مارتن هيلين من الناس اللي انا كنت متابع عصافيرهم. مايك بول راجل ما بيشتركش في معارض، بس راجل عنده اقوى ماده خام للانجليزي تقدر تشتغل عليه. اقوى قماشه او طوبه اقوى اشتغل ماده عليها. خام للانجليزي تقدر تشتغل عليه. يعني تاخد من مايك بول وبعد كده بقى ترسم العصفور كشكل ووقفه ومواصفات جمال من عند اي هاوي تاني انت كده. للاسف عندنا هنا في مصر في فكر سيد ان انا ادي العصفور الجامد للعصفور الجامد عشان اطلع عصفور جامد. لا، هو انت مش هيحصل انت كده. بتشوف العصفور الجامد ده ايه اللي ناقصه من مواصفاته وتكملها. لا، هي القصه كلها ان انا لازم ادي العصفور الجامد ده العصفور جميل. ما ما انا هو قصدي ما هو مواصفات العصفور الجمال. الجامد ده مش شرط انه يبقى جميل. الشكل الجمالي ده بقى مش بسهوله انك تثبته جوه غيتك. عشان كده كان في هوايه بره مصر، هوايه في اوروبا بيروحوا يجيبوا من دانيال عصفور دم المعارض. ليه؟ عشان العصفور واقف صح بس. خد منه الشكل او الستايل بتاعه. هو عشان وقفته، مم. مش عشان عقد ولا بلو لا اب لا لا، هو عنده الحاجات دي اصلا، هو بيدور بس على الوقفه بتاعته هو او على تخيل بقى، الستايل هو بتاعه. واحد عايز يدخل في غيته وقفه عصفور صح، فبيروح يشتري عصفور بيقف صح ويدخل يثبت الدم ده في غيته، ودي حاجه مش سهله. ده انت لازم تبقى عارف الدايره اللي انت بتلف فيها عشان ما لحد ما تلفش برضه. تنتج من طيورك انت عصفور واقف صح. ما انت لو فضلت تتجوز غلط مش هيطلع. هترجع تاني برضه، ايوه، هترجع لورا. يعني انت جبت مواصفه عشان تدخلها اهو، لو فضلت ترتيب خطواتك غلط مش هيطلع. تلاقي نفسك بترجع لورا تاني. لازم تشتغل صح، ترتب خطواتك صح. وانا بقول للناس يعني برضو، ما انا بشوف ناس محترفين، اقفل على الدم الجامد اللي يخش لك في اضيق الحدود لحد ما تنتج الجامد على دمك انت، وبعد كده ابتدي اللي انت تنشره في الغية عندك. وبعدين افصله خالص وافصل الغيه خالص واشتغل على الدم الجامد ده. ما تقعدش تدخل كله على بعضه، مش هتوصل لحاجه. هتلاقي الوقت بيعدي فيك بيطلع لك عصافير جامده، ما بقولش لا، بس العصفور الجامد قصاده 2 3 مش جامدين. النسبة اللي طالع مش جامد اكتر بكتير من النسبة بالعكس، اللي احنا بنعرف الجامد. اللي هو المميزين منين. معظم عصافيره تلاقي شكل واحد، نفس الدم. يعني اشوف دم فلان اقول ده دم مارتن، ده دم دانيال. في مصر هنا مثلا ده دم بهاء، ده دم محمد عبد العزيز. فاهمني؟ ليه؟ هو ماسك زي انا مثلا في الكريست، انا كنت بحافظ ان انا اطلع في الكريست شكل معين. خلاص ثبت الشكل ده عندك بقى، الشكل ده لما اي حد يشوفه يبقى عارف لما اللي ده بتاع بستبعد لما بنتج الشكل ده في الكريست، انا بستبعد جميع اشكال الكريست التانية. القديم. ممكن اشغلهم تجاري وابيع منهم وكل حاجه، بس انت لكن الشغل العصفور بتاعك اللي انت بيخش هتعلى بيه هو خلاص المستوى ده. العصفور اللي بيخش معرض ده موضوع تاني. عشان كده مثلا انا مشاركاتي في المعارض مش كتير. انا كنت مثلا بخش بحتتين 3 وياخدوا مراكز، رغم انك داخل بحتتين 3.
مش داخل بعدد. الثلاث حتت ياخدوا مراكز. ليه؟ عشان انت شغال عليهم ومركز صح اللي انت توصل انت بيهم عارف العصفور اللي يكسب شكله ايه. فطالما عارف العصفور اللي يكسب شكله ايه، فانت شغال تنتج العصفور اللي بيكسب. مش شغال تنتج اي حاجه وخلاص. انت بتنتج العصفور اللي يكسب بس. وما زالت رحلة الكابتن في عالم الهواية مستمرة. هدفي دايما مربي فاهم. الكابتن أحمد عادل.